كان في قديم الزمان كان الحبق والسوسان في حجر نبيل عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان عمي بوشتا الحطاب تيعيش في نواله مع مراته وجوج بناته، هاني وفرحان وحامد الله على الصحيحة والرزيق. تيحطب من الغابة ويبيع العواد ويشري بثمنهم القوت والزاد. واحد النهار ما بقاش لقى العواد ديال الحطب، ودخل وسط الغابة وبفاسو بدا تيضرب ويجمع العواد ويوقف عليه واحد العفريت طويل وغليظ. ولكن عمي بوشتا ما خاف ما ترعد، قال ليه الجين راك صدعتيني ومن نعاسي فيقتيني. ويقول ليه واش كتنعس بنهار؟ جاوبوا العفريت وقال لي انا تنعس عام وتنفيق عام ودابا سير في حالك. رد عليه عمي بوشتا وقال انا حطاب ولادي تيتسناو مني الرزق باش يعيشوا وانا رزقي هنا لقيته. هو يقول ليه العفريت هاك هاد الطاجين وفوق ما عريتيه غادي تلقى فيه ما بغيتي وتشهيتي. شكرو عمي بوشتا ورجع فرحان عند مراته وعاود ليها الحكايه وامرها باش تحفظ السر. دازت ايام والجيران شافوا النعمه اللي بانت على الحطاب وحسدوه وبداو يسولوا بناته حتى عرفوا السر، ودخلوا وسرقوا الطويجين وبدلوه بواحد بحالو. ملي جا الحطاب يتعشى حل الطاجين وما لقى فيه والو، وناض الصباح ومشى لشغلو بدا تيضرب بفاسو وفيق العفريت من نعاسو. جاه العفريت مقلق وقال ليه ياك غنيتك علاش رجعتي تفيقني تاني؟ قال ليه الحطاب الطاجين اللي عطيتيني ما بقى فيه والو وخرجت نخدم على ولادي. جاوبوا العفريت ما يمكنش، هادوك جيرانك سرقوه بسبب السر اللي ما حفتوش. دابا هاك هاد القنديل اللي تيطيح منه الذهب والنقره ملي تشعل ليه الفتيل، وهاك مع هاد 3 ديال العصي، كل عصا حطها ورا باب، كل وحده ساكنها خادم عفريت يحضيو لك القنديل. لكن وصي ناس دارك للسر يحفظوه وان شاء الله يعلى مقدارك. شكروا الحطاب ورجع لخيمته فرحان وعاش مهني وحير الجيران. ما هناوه وتجصوا عليه حتى عرفوا السر. ملي دخل السراق يشفر القنديل طاحوا عليه العصي بالدق والتبهديل، هو يغوت وهما ينزلوا عليه خبط حتى سخف وطاح وندم علاش فكر كاع يسرق الحطاب. دازت ايام وشهور والحطاب حامد شاكر الله. واحد النهار مشى للغابه وبدا ينادي على العفريت وفيقو وناضي يغوت ويقول له اش بغيتي تاني علاش جاي عندي تصدعني؟ بداه عمي بوشتا بالسلام وقال له جيت عندك باش نشكرك ونطلبك تقبل بنتي غنو اكبر بناتي واجملهن زوجة لك عرفانا مني على الخير فاش غرقتيني. ضحك العفريت وقال له انا مالك الجن وعندي من الزوجات والمحظيات الالوف من الجن والانس، ولكن ما غاديش نرفض هديتك وبنتك نزوجها ولدي غنوش وما لقاش له احسن لاني احترم فيك التفاني وحب العمل والرضا بالقليل. فرح الحطاب وقال ليه العفريت خصك تعرف بانه حنا الجن عندنا تقاليد ما نغيروها ما نبدلوها، ودابا سير عند ام غنو وقول لها تغسل لبنتها وتلبسها وتحني ليها وتزينها، تدخلها في بيت بوحدها وتحط ليها الزاد وتسد عليها الباب وما يعود يشوفها حتى احد، لا انت ولا هي ولا خوتها ولا جيرانها، وتخبيو خبار زواجها وما يسيقلو حد خبارو. رجع الحطاب لدارو فرحات وغنات وسعدات ومشطات وتقدات. بعد 3 أيام جاء أمير الجن وخدامو لدار الحطاب وداو غنو بلا ما تشوفهم. وملي فاقت لقات راسها في قصر عمر عينيها ما شافت بحالو فيه كل ما تمناه، وكانت تحس بغنوش وأنفاسو ولكن لا تراه. كانت يخرج في الصباح وما يرجع حتى العشية، حنت ما يمكن ليها تشوفو ولا تكلمو حتى يكمل عام على زواجهم، وهذه هي عوايد الجنون. صبرات المسكينة حتى دازت 9 شهور وما بقى والو تشوف راجلها، لكن صبرها تقاضى وقالت له بغيت نشوف والدية راه توحشتهم. وجاوبها بصوت حنين غمضي عينيك. غمضات وفتحت عينيها ولقات راسها في دارهم، بدات تعنق في خواتاتها وامها وجارتها وتفضح السر. سولوها على راجلها كي داير، ابيض ولا كحل، طويل ولا قصير؟ تبهضات وحلات فمها وقالت عمرني ما شفتو، تيجي في العشاء وتيمشي في الفجر وما تيشعلش الضو. تعجبوا قالوا ليها المرة الماجية خليه حتى ينعس وشعلي شمعة وطلي عليه. دازت 3 أيام الضيافة وسدات عينيها وحلتهم في قصرها الجميل، ودارت ما نصحوها به خواتاتها وضوات على راجلها شمعة، قفزات وتبهضات من داكشي اللي شافت. لقات راسها ناعسة حدا مخلوق سبحان اللي خلقه، آية في الجمال، وعمر عينيها ما شافت زين مثله. ترعدات يديها وطاحت نقطة الشمع عليه. فاق من نعاسو هو يصرخ ويغوت والحمقى خرجتي عليا وعلى راسك، واش ما عرفتيش اش درتي؟ راه انا مسحور تنولي طير بالنهار وراجل بالليل، وكان ما بقى ليا غير 3 شهور ونبقى معاك طول العمر. وشوفي دابا راك حكمتي عليا باش نبقى طير كل حياتي بالليل والنهار. مسكين. وتحول طوير وفرفر وعلى حتى لفوق شجرة عالية وعطاها للنواح والبكى على سكوعيته اللي لقاته بمرة فضولية وخفيفة.
أما غنوش السكوعة فخرجت من قصر غنوش تبكي وتندب حناكها وتضرب على جنابها وتقول: يا تعوس الأيام اللي كنت فيها أميرة ومحمدش الله على الخميرة، وهنا راجعة للقهرة في الدويرة. وشاع خبارها بين العباد وبداو يضحكوا عليها، وأباها يقول: الحمد لله على المكتاب. خرجت تدور في السوق وتقلب وتسول. مشات عند مول الذهب، لقات عنده تاج مرصع بالياقوت والجوهر. سولته ديال من هذا؟ قال لها: هذا تاج لالا غنو اللي ما حفظاتش سر دارها وغادي نبيبو لغيرها. وبدات تبكي على ايامها، ودازت على الخياط لقات عنده قفطان مخيط بالذهب والحرير الصيني، بهرها بزينو وقالت ليه: لمن هذا؟ قال: البنت لالا غنو الخفيفه اللي خرجات على راجلها وردات طير، ودابا غادا تديه مولات الزهر وتسير. بكات، وكل ما دازت عند حريفي الا ولقاتو كان تيصنع بالتات غنو اللي كان عرسها قرب وما بقى ليه غير 3 شهور. خرجت من مدينتها وقصدات الغابة هايمة وتايهة حتى عيات واتكات على شجرة وفوقها وكرجوج حمامات داويات. الأولى قالت للثانية: مال الشجر كله وراقه خضرين إلا ديك الشجرة وراقها مدابلين وصفرين. جاوبتها وقالت: حكها لها ما تصفار، سيدي غنوش ساكن فيها. وخفيفة اللسان قالت: هكذا كيبقى على طول الأيام إلا إلا شرب دمنا أنا وياك. غوتت عليها صاحبتها وقالت ليها: سكتي، راه سرنا فضحتيه، لو سمعك شي إنسي أو جني فماتنا تسببتي. فرحات لالا غنو وبقات قانية عليهم حتى الليل، ملي نعسو قبطتهم وبسنانها ذبحتهم، والغنوش شربات دمهم، وترعد وشعد السما بالبرق والرعد. تخلعات وسخفات، وملي فاقت لقات راسها في قصرها، وغنوش عند راسها كي البدر في تمامه وهي في أحلى حلالها، وصاروا كي الشمس والقمر، كل واحد فيهم حسن من التاني. فرحات الناس وجوهم الهديات من كل مكان، وعاشوا في تبات ونبات، وزهات أيامهم بالصبيان والبنات. ومشات خبيرتي من الواد لواد حتى تلاقات مع الناس الجواد.